مرحبا بكم، شنو احوالكم؟ ان شاء الله الناس الكل يتبع فينا بألف خير. ان شاء الله ربي يسعدكم ويهنيكم ويرضي عليكم والديكم يا الله يا كريم. وش خير من رضاية الوالدين، ان شاء الله ربي يرضي علينا والدينا الناس الكل. معكم مونيا من فنلندا. وصفة اليوم عصير، ومش اي عصير، عصير فريش وحويجة بنينة تعمل كيف ابن برشا من المحلات. تعرفوا في رمضان نشربوا برشا عصائر، وخصوصا كي يبدا عصير هكا كله فيتامين سي نودكم ومن شهيكم. وقبل ما ندخل في التفاصيل متاع الوصفه متاعنا، نحب نشكر كل الاصدقاء على تعليقاتهم المزيانه الحلوه. ان شاء الله ربي يحفظكم وربي يسعدكم. نشكر كل الضيوف، مرحبا بكم منورين الصفحه. ان شاء الله ربي يخليكم ليا ولا يحرمني من تعليقاتكم المزيانه الحلوه. دونك اول حاجه باش نعملوها لهنا، لازمنا نغسلوا البرتقال والسيترون بالكدا بالكدا. بالنسبه للكونتيتي اللي خذيت لهنا ما يقارب على 3 كيلو تقريب برتقال، وعندي لهنا ما يقارب على كيلو ونص سيترون. اذا كان وليداتكم تحب العصائر هذيا تنجموا تعملوا كونتيتي كبيره. انا صدقوني العصير هذايا ما نستغناش عليه نهائيا في رمضان، بالحق حويجه تستحق التجربه. نبداو على بركه الله. ناخذوا صحفه كبيره ولا شقاله اللي متوفر عندكم باش نحطوا لهنا البرتقال، وباش ننظفوه حتى الشوائب الكل تتنحى. تردوا بالكم لهنا لان البرتقال القشره متاعو راهي ماهيش نظيفه. باش نصب عليه الماء لهنا بكدا بكدا. بالنسبه للماء لازم يكون دافي شويه، لان كي يبدا دافي يعاونكم باش ينضاف البرتقال، لانه القشره هذيا رانا مانيش باش نحيوها. باش نعطيكم طريقه صدقوني تشربوا وتزيدوا وما تشبعوش منه. باش نخليو البرتقال على شيره باش نعملوا نفس الحكايه مع السيترون. ناخذوا لهنا الصحيفه تكون نظيفه كيف كيف، ونهبطوا السيترون. هبطوا الماء كما قلت لكم، الماء يكون دافي هكاكا ينضاف فيسع فيسع والشوائب كلها تتنحى. نضغطوا عليه بالطريقه هذه بشويه بشويه. باش نزيد لهنا مغرفه كبيره خل، تنجموا تحطوا حتى كربوناتو كان تحبوا. البرتقال كيف كيف باش نزيدوا الخل، تخليوهم يرتاحوا شويه على الاقل نصيف ساعه ومن بعد نرجعوا لهم. ناخذ بابي لهنا ونحطه على الطبق بالشكل هذا. ناخذ تويكه شيته باش ننظفوا به، باش نجيو كيما هكا. القشره يلزمها تنضاف بكدا بكدا. تردوا بالكم لهنا، انا القشره كيما قلت لكم رانا حاشنا به. نهبطوا في الماء مره، خليها تستقطر شويه، وباش نجي نحطها لهنا في البلاطو اللي حطينا فيه البابي، نخليها تستقطر غادي. ناخذ اكعاب اخرى كيف كيف نغطسها في الماء بالكدا بالكدا، لازم شيته، وندوروا عليهم الكعبات الكل ننظفوهم بالطريقه هذه كما تشوفوا. نعاود نغطسها في الماء، خليها تستقطر شويه. قاعدين نشوفوا نحطها تستقطر من الماء. هذوما الكعيبات نتاعنا بعد ما غسلتهم بالكدا بالكدا. لهنا حبيت نعطيكم فكره، شوفوا الماء لهنا كيفاش لونه. باش نصبوا ونعاود ماء اخر ونشللهم مره اخرى. عبيت لهنا ماء اخر نضيف، وباش نهبطوا الكعيبات مره اخرى نخليهم تويكا يرتاحوا في الماء ونتعداو للسيترون. السيترون كيف كيف زاده ناخذوا بالكعيبه بالكعيبه ونحاولوا ننظفوا بالطريقه هذه، نفس الطريقه اللي عملنا بها البرتقال. نحي الماء هذا ونعاود ماء جديد كما عملت في البرتقال بالضبط نفس الطريقه. حطيت المنديله لهنا باش نجي ناخذ بالكعيبه بالكعيبه وباش نحط بالشكل هذا. خليهم يستقطروا على المنديله ويلزمهم يكونوا شايحين كما قاعد تشوفوا لهنا. نهزوا خليها تستقطر ونحط الكعيبه بالشكل هذا كيف كيف. نهزوا السيترون تاعنا نخليوه يستقطر شويه ونحطوه بحذا البرتقال. باش ناخذ لهنا باش ناخذ بابي بالشكل هذا وباش نعمل كيما هكا. ريحناهم بالكدا بالكدا. تويكا نتعديو باش نقصوهم مع بعضنا. حضرنا كل شيء وباش نتعديو تويكا باش نقصوهم، باش نعطيكم كيفاش يكون السمك نتاعهم. باش نحي البلاصه هذيا قبل كل شيء يا جماعه، راهو ما يتلوح حتى شيء. هذه نحيوها نحطوها لهنا، نحطوا صحين صغير بحذانا كما قلت لكم. راهو بالنسبه للقشره ما تنحيوهاش، رانا حاشنا به. باش نقصوا بالشكل هذا كما قاعدين تشاهدوا. الشرائح ما يكونوش خشين برشا.
حبيت لهنا نوريكم الشرائح كيفاش تكون. تردوا بالكم لهنا اذا كان فما قلوب تحاولوا تنحيوها باش ما تعطيش مراره في العصير نتاعكم. نحيو البارتي هذيا نحطوها في صحين. شوفوا لهنا الشرائح ماهمش كبار، ما تعملوهمش كبار برشا، نمشي معاكم بشويه باش تشوفوهم على قريب. هذا هو الشكل نتاعهم كيفاش يكون، الطريقه سهله على الاخر. وهذا البرتقان الكل قصيته كما قاعدين تشوفوا لهنا ولا قلب بقيته، ما شاء الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معناها ضامنه اللي ما فماش مراره بكل في العصير نتاعي. وانتم كما قلت لكم اذا كان فما قلوب ماذا بكم تنحيوها، اراها هي اللي تعمل المراره ماهيش القشره اللي تعمل المراره. وتردوا بالكم لهنا حاجه هامه برشا، الشرائح ما يكونوش خشين على الاخر. السيترون بنفس الطريقه نحيو البلاصه هذه، وباش نقصوا السيترون شرائح تكون صغيره بالشكل هذا ما تكونش كبيره. كما تشوفوا لهنا الشرائح كيفاش تكون. لهنا فما قلوب ضروري يتنحاو، ما يقعدوش هذوما يعملوا لكم مراره كبيره في وسط العصير نتاعكم. دونك الكعيبات الكل من بعديك نرجعوا باش نحيو لهم القلوب نتاعهم بعد ما نقصوه. حويجه نظيفه نعملوها بيدينا خير من نشريوها من المحلات. بعد ما قصينا السيترون ضروري يتنحى القلوب كما قاعد نشوفوا هذوما ضروري تنحيوهم. برشا قلوب ماهيش شويه في السيترون الكلهم نتفقدوهم ندوروا عليهم الكل نحيو لهم القلوب. كما تشوفوا لهنا قلب في ما يتنحى ما ياخذلكمش وقت. ناخذ لهنا ساشي بالشكل هذا كما قاعدين تشوفوا باش نخدموا عليها. لهنا البرتقان نرصفوه بالشكل هذا كما قاعدين تشوفوا الطريقه هذه باش تسهل عليكم الخدمه. تعرفوا في رمضان اللي الدم نتاعنا ناقص كالسيوم وناقص تغذيه، دونك احسن حاجه تعملوها هي العصائر هذه. كما قاعدين تشوفوا لهنا كعيبه سيترون وكعيبه برتقان، وباش نحطوا كما هكا بديت لكم بالوسطانيه نورمالمون نبدا بهذا. وهذا الشكل نتاعهم بعد ما كملتهم كما قاعدين تشوفوا كونتيتي ما شاء الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. قعدوا لي لهنا زوز شرائح بليش ما فماش حتى مشكل، وبنعطيكم الطريقه كيفاش باش نصبروهم. تنجموا تحطوا في حكيكات صغار كما هكا بالشكل هذا، وتنجموا تاخذوا ساشيات لهنا تاخذوا 5 شرائح من البرتقان و5 شرائح من السيترون ونحطوهم بالشكل هذا. نعملوا لهم كما هكا بالشكل هذا. ال5 شرائح هذوما عليهم 6 مغارف سكر وعليهم إيترا ماء. هذا بالنسبه للحكار الصحيح اللي انا نمشي به. باش ناخذوا بالكعيبه كما قاعدين تشاهدوا نحسبوا 5 اترونشات نحاولوا نعملوا لهم كما هكا. وكل ما نجيو باش نشقوا الفطر نتاعنا نخرجوهم من المجمد نخليوهم يرتاحوا شويه، نحاولوا نكبسوا عليهم بالطريقه هذه كما قاعدين تشوفوا ننزلوا عليهم كما هكا كما قاعدين تشوفوا الهواء كله يخرج من وسط. تجازيكم رمضان كامل تقريب. الشرائح اللي فضلوا الكل قلت لكم ما تلوحوهمش باش نحطوهم في الماء. هذا بالنسبه للشرائح حطيناها كما قاعدين تشوفوا نحطوهم في المجمد نخليوهم يرتاحوا شويه. نخرجوا ساشي كما قاعدين تشوفوا. ماذا بكم تخليوها لين معناها كل الثلج نتاعها يتنحى، مش يتنحى كومبليتمون لا يتنحى ويقعد مازال مثلج بالطريقه هذه. كما تشوفوا لهنا مازالوا مثلجين لكن تحسها طريه كما قاعدين تشاهدوا. باش نحطوهم في الميكسور الكلهم. العصير هذايا صدقوني بعد ما تجربوه باش تدعيوا عليا بالخير لانه بنين على كما قاعدين تشوفوا. مانيش باش نصب الماء بسم الله وباش نرحيه نهبطوا بشويه اللي رحيناه مع بعضنا كما قاعدين تشوفوا لهنا مازال مثلج، والدليل كما قاعدين تشوفوا فيه معناها شاد روحه. لازم يكون بالطريقه هذه. تويكا باش نصب لهنا إيترا ماء عليه ومن بعديك وحنا نشوفوا الندرا نجموا نزيدوا ماء ولا لا. نخلطوا بالكدا بالشكل هذا كما قاعدين تشوفوا لهنا بالطريقه هذه بغميقه ولا بفنجال، ونحاول نصفي بالطريقه هذه حتى لينك الشوائب هذيك الكلها تتنحى ونتحصلوا على عصير يكون كونسنتري وحويجه بالحق بنينه.
ناخذ مغرفه نحاولوا ننزلوا عليه بالشكل هذا كما قاعدين تشوفوا. اللي بذل هنا باش نحطه على شيره في صحيف كما قاعدين تشوف. نهبطوا العصير نتاعنا حتى لين نكملوا اللي حاطينه بنفس الطريقه. نمشيو بسم الله الرحمن الرحيم. ناخذ المغرفه كما قلت لكم ونحاولوا بشويه بشويه نهبطوا العصير هذاك. هذا اللي يفضل راهو ما يتلوحش تعاودوا تحطوه في المكسور مره اخرى ونرحيوه مره اخرى. نعاود نحطه في المكسور مره اخرى ونعاود نرحيه ما غير ما نحط الماء. اللي رحيناه مره اخرى نهبطوه باش نصب شويه ماء كما تشوفوا لهنا شويه ماء بكل ما صبيتش برشا. نخلطوه بالكدا بالكدا بالشكل هذا باش القوه هذيك نتاعو الكلها تتنحى. ناخذ لهنا الصفيه بعد ما غسلتها وباش نهبط اللي رحيته. نحاول بشويه بشويه نضغط عليه الشوائب الكلها تتنحى ويطلع لكم عصير نظيف ما شاء الله. هذا العصير نتاعنا بعد ما صفيناه بالكدا بالكدا وكل الشوائب نحيناها باش ناخذوا لهنا السكر. بالنسبه للسكر يا جماعه كل واحد حسب الذوق نتاعو. بالنسبه لي انا نعمل 6 مغارف 5 مغارف سكر، لكن نتوما بعد ما تحطوه فوق الطاوله في شقان الفطر ذوقوه اذا كان لقيتوه ناقص سكر تنجموا تزيدوا السكر. باش نحط لهنا 6 مغارف سكر كما قاعدين تشاهدوا. هذه الاولى وهذه الثانيه هذه الثالثه هذه الرابعه هذه الخامسة وهذه السادسة لهنا. ونحاولوا نخلطوا بالكدا بالكدا حتى لينك السكر هذاك يندمج مع العصير. نحكي لكم انا على الريحة نويتكم وما شاهيكم. نحطوا لهنا السيترون بالشكل هذا باش يعطي هكا منظر مزيان وحلو كي نقدموه. نحطوا لهنا شوية ثلج بسم الله. هذه وصفتنا كانت اليوم. عملنا عصير بطريقه سهله وتجيكم حويجه بنينه على الاخر. عطيتكم زاده كيفاش تحطوه في المجمد رمضان كامل تنجموا تستعملوه. كل مره تخرجوا هكا ساشي تخليوها لين كالثلج شويه يتنحى وترحيوها وصحه وبشفاء. اصدقائي واخواتي ان شاء الله رمضانكم مبروك وكل عام وانتم حيين بخير وان شاء الله ربي يحفظكم وربي يسعدكم الناس الكل. ما بقى لي كان باش نقول لكم ما تنساوش اللايك للتشجيع. الى اللقاء فيديو اخر على قريب ان شاء الله.